السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احبابي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض اكلة اقتصادية على قد الايد، حلوة جدا جدا جدا، تنفع صيامي وتنفع نباتي. هنشوف مع بعض. معايا كيلو بطاطس غسلها كويس جدا عشان القشرة، غسلة القشرة كويس جدا. شايفين المية؟ نقعها في مية وخل. المية قشطة اهي. هنجيب مية سخنة. انا هقطع البطاطايه الكبيره على نصين او 3، ومعايا ميه سخنه. هنزل عليها بميه سخنه اهي مغليه، وهنحطها على البوتاجاز. طبعا كلنا عارفين البطاطس بتتسلق ازاي. كده بعد ما اتسلقت وبردت هبتدي اقشرها زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. ما ننساش طول ما احنا واقفين نعطر فمنا بذكر الله والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اهو كده خلاص خلصنا الكمية كلها. معايا فلفل رومي متقطع مكعبات. معايا 3 بصلات كبار انا مقرملاهم. معايا جبنة ميكس، مريم بتقول لكم على المقادير. ومعايا توابل بطاطس، ومعايا معلقة زبدة أو سمنة أو زيت اللي يكون عندكم. أنا حاطة معلقة زبدة على معلقتين زيت. كده هرسنا البطاطس خلاص زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نزلنا بقى بالزبدة على الزيت اهوت، وهنحط التوابل وهنقلبها كويس جدا جدا لغاية ما يمتزجوا مع بعض في البطاطس. انا جايبه هنا جبنه ميكس، دول ب10 جنيه، مش هيكلفوكي حاجه. و ب8 جنيه بطاطس، كده كام؟ 18. والفلفل الرومي هتجيبي ب3 جنيه فلفل رومي، والبصل عندك في البيت. وحطينا الملح وهنقلب كويس جدا جدا. معايا صاج مدهون زيت. هنبتدي نكور البطاطس كده زي ما انتوا شايفين. طبعا انا مسرعه لكم الفيديو بس عشان ما يبقاش طويل عليكم. هنخلص الكميه كلها زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، وهنحشيها زي الميني بيتزا كده اهو. هنظبط كور البطاطس دي، هنفرغها شويه مش كتير من النص زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. هنبتدي بقى ايه؟ نرص كده البطاطس البصل المقرمل زي ما انتوا شايفين. اللبن اللي جوه ده بتاع مين؟ انا هاخده عشان جعان. زي ما انتوا شايفين كده هنخلص الكميه كلها. اتخبطت فيها طلعت مدة كده زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. خلاص خلصنا رص البصل. هنحط بقى، ننزل بالفلفل كده لغايه كده بقى. هي كده نباتي، ممكن تستغني عن الجبنه. ما تحط، ممكن مش عايزها بقى نباتي وعنده مثلا بانيه بايت عنده، اي حاجه بروتين يعني حيواني، ممكن يعمله ويحطه ويحشيه. هي كده بالنسبة لنا وجبة حلوة متكاملة، نشويات وبروتين نباتي وزي الفل. بسم الله ما شاء الله، كانت في منتهى الجمال، روعة. حطيناها في الفرن لغاية اما اتمسكت. بس انا نسيت احط مكون عشان الامانة، نسيت احط معلقتين بقسماط ناعم عشان تمسك معايا شوية البطاطس. زي ما انتوا شفتوا اهو يا حبايبي. طبعا ما كان في منتهى الجمال. وعملنا جنبيها طبق قوطة مخللة بألف هنا وشفا. السلام عليكم.